بحمرون أو داء الحصبة يثير قلق المغاربة. هل سيفرض حجر صحي؟ والسؤال هل يتم فرض صحي جديد ما يقرب من 20,000 إصابة بداء الحصبة هو العدد التراكمي للحالات في المغرب إلى حدود شهر ديسمبر الماضي، رقم غير مسبوق يعكس ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات. منذ شهر أكتوبر من عام 2023 عدد الوفيات بلغ خلال الفترة نفسها 107 حالات، وفاة نصفها في سجل في صفوف الأطفال. داء الحصبة المعروف في المغرب ببوحمرون ليس مجرد طفح جلدي، بل هو واحد من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى. في البداية يصيب بوحمرون الجهاز التنفسي، ثم ينتشر بعد ذلك، وقد يؤدي أحيانا إلى مضاعفات خطيرة كالإصابة بالعمى والتهاب الدماغ. أما فيما يخص طرق العدوى فإنها تتم إما بمخالطة أو لمس الأسطح الملوثة بالفيروس، ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين. صحيح أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس، لكن هذا لا يمنع من إصابة الكبار، خصوصا ذوي المناعة الضعيفة. وزير الصحة المغربي أمين التهرواي أوضح في جلسة برلمانية هو صعف إقبال المواطنين على حملات التلقيح. لتقوم إثر ذلك وزارة الصحة بإطلاق حملات تحسيسية للتذكير بأهمية التطعيم باعتباره الطريقة الأنجع. وفي الوقت الذي يتم فيه الحديث عن حجر صحي، فإن الوزارة لم تتحدث سوى عن عزل المصابين من أجل تجنب انتقال العدوى إلى الآخرين. للعلم إن حالة الإصابات والوفيات في تزايد في المغرب